السلام عليكم ورحمة الله، ونصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. طبعا زي كل عادة ربنا ما يقطع لها عادة يا رب. حماتي ربنا يديها الصحة يا رب، ويكرمها ويرزقها الصحة يا رب، ودايما دايما بيتك مفتوح بحسك ويخليكي لينا. دول هنعملهم بالكرفس. اهم حاجة اهم حاجة في الوصفة دي الكرفس 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 الكرفس. معايا كرفس، معايا طماطميتين كبار، معايا جزر. طبعا مش هنحط طماطم كتير عشان خاطر الطماطم غالية. مش هنضيف بصل، يعني كلها حاجات كده يعني على قد ايدينا. يعني انت لو فرخية هتبقى طماطمية واحدة بس، واهم حاجة الكرفس وجزرية واحدة. بس ده انا بكلمك لو في حالة فرخة واحدة. انما ده ما شاء الله 3 فرخات، فطماطميتين كبار، جزرتين كبار، حزمة كرفس، معايا كمون، فلفل اسود، 7 بهارات، بهارات فراخ، معايا توم. التوم والكرفس هما اللي اهم حاجة، وهما الاساسي معايا في الوصفة دي. حلو الكلام. انا معايا هنا في قلب الصينية دي، طبعا صينية حماتي، الصواني القديمة دي، صواني الاولى لو انتوا تعرفوها. طبعا ببتدي ابهر حاجتي: كمون، فلفل، كزبرة خضرة، كزبرة ناشفة، معلش كزبرة ناشفة. طبعًا عشان في توم، توم يعني كزبرة ناشفة. باحط بهارات فراخ، ما عنديش بهارات فراخ، ماجي، البديل على طول. يعني أنا باقول لِك الحاجة والبديلة بتاعتها. وأجيب معلقة، يعني معلقة حلوة كده معجون طماطم، بس علشان طبعًا الطماطم بتاعتنا قليلة. يعني أنا باقول لِك حاطة طماطميتين كبار، فعشان خاطر الموضوع يحمّر معايا باضيف، يعني أنتِ ممكن تحطي كيس صلصة وخلاص. ضبّطي الملح، الملح ده حسب الرغبة، يعني أنتِ قلّبي كده ودوقي الطعم، شوفي الملح بتاعِك إيه أو المضبوط بتاعِك. حلو الكلام. طَب أنا عندي دبس رُمّان، فقُلت طَب ما إيه يعني أمّا أضيف؟ أنا عندي. طَب أنا ما عنديش دبس رُمّان، أنا هنا حطيت ورق لورا. طَب أنا ما عنديش دبس رُمّان، أنا ممكن أضيف بدل الدبس رُمّان معلقة عسل أسود. طَب أنا ولا عندي دبس رُمّان ولا عندي معلقة عسل أسود. الموضوع أصلًا ما كانش فيه ولا دبس رُمّان ولا عسل أسود. يعني بس أنا إيه، هو الصويا صوص معروف. باقول دبس رُمّان وهو صويا صوص، معلش ما تاخدوش على كلامي. الصويا صوص ما هو ما لهوش لازمة، يعني هو عشان عندي فهو بيتضاف للمشويات. فيا ستّ الكل ما عنديش صويا صوص حطّي معلقة عسل أسود، ما عنديش ولا ده ولا ده، خلاص هي الموضوع كلّه أصلًا معمول عشان خاطر الكرفس والتوم. كرفس، توم، جزر وطماطميتين، بس. تبتدي بقى تنزّلي فراخِك كده واحدة، واحدة. عايزة تعملي التتبيلة دي قبلها بيوم تحطيها في التلاجة حطيها، عايزة تعمليها قبلها بساعتين 3 حطيها، عايزة تعمليها قبلها بساعة هتعمليها وما فيش وقت وتحطيها على النار، ما فيش أي مشكلة. الكرفس كفيل يخلّي ريحتها توصل لآخر الشارع، صدقيني. أنا هنا كنت عملتها وكنت عاملاها متبلاها قبلها بساعتين من قبل ما نسويها يعني. كان ساعة الصلاة ويا دوبك على الساعة 15:00 كنت معلقة عليها. طبعًا إحنا حطيناها كلها على بعضها، أكيد مش هاسويها كده على بعضها، بس أنا سِبتها هنا على بعضها، قُلت خلّيها على جنب ووقت ما آجي أسوي أنا هنا كنت قسمت بقى. هنا كنت حطيت الصدور لوحدها والوراك لوحدها. عادي ممكن نحط ده مع ده، بس يعني إيه، كده، كده هتتقسم. فخلاص خلّي الحاجة اللي هتستوي في وقت معيّن لوحدها، والحاجة اللي هتستوي في وقت معيّن برضه لوحدها. فحبيت إن أنا أفصلهم الاتنين على بعض. لو كانت الصينية هتاخدهم كلّهم كنت خلّيتهم في صينية واحدة عادي. طبعًا باحطهم على النار، ناري وسط مش عالية أوي، لإن أنا ما باضيفش أي مَيّة. أنا باخلّي الفراخ هي اللي تنزّل مَيّتها خالص، والجلد بتاعها كده ده بينزّل مادة دهنية حلوة أوي، وغطّيه. بس طبعًا كان النور قطع، عشان كده ما عرفتش أصوّر الشكل النهائي ولا ألحق أحط في أطباق وأرُص وأحط خضرة وكده. بس ده كان الشكل النهائي بعد ما استووا سِوَى كامل على النار، وبعد كده دخّلتهم الفرن خدوا اللون الحلو ده. بس الموضوع سهل وبسيط. ربنا يسعد قلوبكم، ربنا يرضي قلوبكم. ما تنسوش اللايك والشير، وربنا يسامح بتوع النور، مش هنقدر نقول أكتر من كده. شكرًا.